ده حصل خلال سنين معاناتي. كنت لسه ناقل لوحدي وبشتغل في مغسلة سيارات، عايش في استوديو صغير جدا. الشقة مكانش فيها تكييف، والصيف كان بيخلي الجو جوه الشقة حر جدا. فوق ده كله كنت دايما قلقان من اللي المستقبل ممكن يجيبه ليه، وده كان بيحرمني النوم بالليل. في ليلة من الليالي ما كنتش قادر أنام بسبب كل الحاجات دي، فقررت أخرج أمشي بالليل. كل السكان في المبنى عندهم مفاتيح لباب المدخل الرئيسي. الحتة كانت مش تمام، وأحداث السرقة العشوائية كانت بتحصل يوميا. عشان كده كنا دايما بنقفل الباب الرئيسي بعد ما ندخل أو نخرج. كانت الساعة التانية بعد نص الليل، وأنا صغير وكنت محتاج شوية هوا نضيف. خرجت من المبنى وبدأت أمشي جنب الأرصفة. الشوارع كانت فاضية تقريبا، ما عدا شوية ناس مدمنين أو مشردين نايمين في الضلمة في الزوايا. شفت واحدة ست بتاكل من الزبالة، ولما سمعت خطواتي رفعت رأسها وهي ماسكة ساندوتش نص مأكول عليه ديدان. ده ما كانش أول مرة أشوف حد بياكل من الزبالة. اتجهلتها وهي رجعت لبيكنيكها المرضي. كل شوية عربيات بتعدي، بس الجو كان هادي بشكل عام مع أصوات الليل. بعد 10 دقايق مشي، وصلت للحديقة العامة. فكرت إنه ممكن أقضي وقت هناك بدل ما أتمشى في الشوارع دي. دخلت الحديقة، وضوء القمر الكامل كان منور المكان كويس جدا. كمان نور أعمدة الإضاءة كان بيخلق جو مخيف شوية. كنت متأكد إنه مفيش حد غيري في الحديقة، لحد ما شفت راجل قاعد على دكة تحت عمود نور. بسبب النور كنت قادر أشوفه بوضوح. كان رأسه منحني كأنه نايم. كان لابس جاكيت بني وبنطلون جلد أحمر غريب. لبسه ما كانش شبه لبس المشردين، ففكرت إنه جه ياخد شوية هوا زيي. فيه نافورة مياه في آخر الحديقة، وكنت بفكر أزورها، فبدأت أمشي قدام. كنت على وشك إني أعدي الراجل لما فجأة رفع رأسه ناحية السما. خفت مكاني. عيونه كانت مفتوحة على الآخر وهو بصاص للسماء الليلة الصافية. فجأة ابتسم وبدأ يعد النجوم زي طفل عنده 9 سنين. كان بيشير بإصابعه لكل نجمة ويعد بصوت هامس: 1، 2، 3، 4، 5، 6. طريقته وهو بيبتسم ويعد النجوم ويبص للسما كانت مرعبة شوية. كان بيتصرف وكأني مش موجود. في اللحظة دي فكرت إنه أكيد تحت تأثير مخدر أو حاجة، فقررت أمشي وأعدي. وأنا بخطي خطوة لقدام سمعت صوت تقاطع ورايا، زي حد دايس على غصن شجرة. لما لفيت شفته واقف من على الدكة، دراعاته مفتوحة وهو لسه بصاص للسما. قلت له بخوف واضح في صوتي: أنت كويس؟ حسيت عقدة قلق بتتكون في حلقي. إيه اللي بيحصل مع الراجل ده؟ الراجل ضحك ضحكة غريبة وقال كلام غريب مش قادر أفهمه، وبدأ يغني. وبعدين سكت ووجه نظره لي. عيوننا اتقابلت وشفت وجهه بوضوح. عمر ما شفت وجه شكله هادئ ومخيف بالشكل ده. النظرة الفارغة دي اخترقت روحي. ما قدرتش أتحمله أكتر من كده. قررت إن الوقت حان إني أرجع البيت. وأنا واقف في الحديقة المهجورة دي وسط الليل ومع الراجل الغريب والمرعب ده، كنت مرعوب جدا على حياتي. بدأت أمشي بسرعة أكبر، وكنت دايما ببص ورايا عشان أتأكد إنه مش ماشي ورايا. بس هو كان واقف تحت عمود النور، لسه بيبصلي وأنا بمشي بعيد. وأنا على وشك أخرج من الحديقة سمعت صوت خطوات ورايا، وده خلاني أشعر بقشعريرة. لما لفيت شفت الراجل بيجري عليا بأقصى سرعة. ابتسامته الهادئة اتحولت لابتسامة بشعة. بدأت أجري بأقصى سرعة كمان. خرجت من الحديقة وبدأت أجري على الرصيف، والراجل عمل نفس الشيء. ما كانش فيه ولا شخص في الشارع أقدر أطلب منه المساعدة. كنت ماسك المفاتيح في إيدي من قبل، عشان لو مسكني يبقى ده نهاية حياتي. اللي كان مرعب أكتر هو إنه كان بس بيجري ورايا بابتسامة مخيفة. لا بيتكلم، لا بيضحك، ولا بيعمل أي صوت. بس بيجري ورايا وكأنه بيستمتع باللعبة دي زي القط والفار. وصلت لباب المبنى ووقفت قدامه والمفتاح في إيدي. الراجل كان ورايا وإيدي كانت بتترعش. حاولت أفتح الباب بس المفتاح وقع مني. اتوترت جدا، بس بسرعة شلته وفتحت الباب بنجاح، وقفلت الباب بقوة ورايا. كنت مقطوع النفس وغرقان في العرق. الراجل واقف قدام باب المبنى بالضبط، والباب كان الشيء الوحيد اللي بينا. كان واقف وبيبصلي بنظرة مخيفة زي عين الصقر. كنت مصدوم جدا من الخوف والرعب، لدرجة إن رجليا ما قدرتش تتحرك. فضلت واقف أبصله زي ما هو بيبصلي. قرب وشه جدا من الزجاج وقال بصوت يجمد الدم في العروق: أنت جميلة، أكيد صرختك أجمل.
وبعدين مشي بعيد، وصوته الغريب وهو بيغني فضل يرنه في الهوا خلال الليل. النجم عالي فوق العالم جدا، مثل مسا في السما. ده كان آخر مرة أخرج فيها من البيت لوحدي بالليل. عمري ما شفت الراجل ده تاني. لسه عايش في نفس المنطقة بالرغم إني غيرت الشقة. أحيانا في الليالي اللي مش بقدر أنام فيها، الحادثة المرعبة دي بتفضل ترجع لعقلي. الراجل الغريب اللي كان بيغني. أتمنى ما نتقابلش أبدا تاني.